طيب طبعا دي اللغة العاطفية، دي التجارة باسم الدين. هو محتاج يستحث المغاربة. ما هو مفيش ولا عاصمة عربية شافت في المتاجرة بالدم الفلسطيني في القطاع إن ممكن مرة تانية نرجع نتكلم بالطريقة القديمة. طيب المغرب بتلعب جيم كبير جدا، بالإضافة لأن هي مسؤولة عن حماية المقدسات مع الأردن. لازم نديها خطاب، لازم نستدعيها للقيام بدور. وهفكركم بالكلام المهم اللي هفتحه واعيد تنشيط ذاكرتكم بيه النهارده مع دكتور محمود محي الدين لما كلمنا عن دور المغرب الملتبس. المغرب شافت ثورات الربيع العربي، جايبه الاسلاميين، راحت جايبه اسلاميين، قالت لهم خشوا معايا في الديل، يلا امسكوا الحكومه على طول في الانجاز. لان الملك الشاب اللي هناك ما عندوش وقت، قال لك انا ادخل معاهم في صفقه مباشره وانا لسه هخلي الشارع يشتغل. مين اللي بيدفع الثمن في المغرب بالمناسبه؟ الشارع. انتوا عارفين ترتيب المغرب في الدول المصابه بالايدز رقم كام؟ اعملوا جوجل عليه ده النهارده. انتوا عارفين ان واحده من اهم اقتصاديات المغرب، انا اسفه، في هذا الشهر الكريم هي اقتصاديات الدعاره. بس هناك الحكومه اسلاميه. راجعوا الحاجات دي علشان احنا مش عايزين حد يبتزنا ويضحك علينا تاني، لان ربنا بيدينا فرص ما بتتعادش، ما بتتعادش. مشعل اللي قاعد على الفوتاي في التكييف في الفندق في الدوحه بيقول للمغرب انا مغضوب عليا دلوقتي، انزلوا بقى انتوا، ده انتوا ليكوا باب مغاربه. دي هي المتاجره بالدين. لا، وبيقول لكل الشعوب الاسلاميه دي بلدكم، القدس دي بلدكم كلكم. بس يا ترى ما كانتش بلد مرسي ليه؟ ومرسي ما اتحركش تجاهها ليه؟ طيب مش عايزه ننسى هنيه.